اللي عارف إيه هي المخاطر وبيعرف يتجنبها بيعرف يكسب في أي سوق استثمار، مش بس العقارات. وأنا هنا علشان أشاركك أهم المخاطر اللي ممكن تعدي بيها سواء كنت مستثمر عقاري كبير أو حتى لسه بتبدأ، لأن محترف الاستثمار الحقيقي ما بيبقاش شايف إن الدنيا كلها وردي، ولكن عارف إن في تحديات وبيعرف يصنع من التحديات دي فرص علشان يكسب بيها. وخلّيني أقول لك بصراحة إن الناس فاكرة إن العقارات أمان مطلق، والحقيقة إنه استثمار زي أي نوع استثمار، صحيح في نسبة الأمان أعلى من حاجات تانية، ولكن في برضه عوامل خطر مؤثرة على استثمارك، فلازم تعرف إزاي تتحكم فيها أو إزاي تواجهها أو إزاي تكون عارف إن لو حصل حاجة تتصرّف إزاي. لإن أنت لإن أنت أمّا تعرف أنواع المخاطر هتعرف تتصرّف إزاي، وأمّا تعرف تتصرّف إزاي هتعرف تبني استثمارك على أساس صلب. وخلّينا دلوقتي نتكلّم مع بعض على أنواع المخاطر اللي ممكن تقابلها في الاستثمار العقاري، وهنقسّمهم لكذا نوع وهنتكلّم عليهم كلّهم. وأول نوع هو المخاطر السوقية، وتاني نوع المخاطر المالية، والنوع اللي بعد كده مخاطر التشغيل والإدارة، النوع اللي بعد كده هي المخاطر القانونية، وآخر نوع المخاطر الشخصية والنفسية. دول 5 أنواع من المخاطر لازم تكون عارفهم وأنت داخل في استثمارك العقاري، وخلّينا ندخل في التفاصيل واحدة واحدة. أول نوع هي المخاطر السوقية، ودي المخاطر اللي بتحصل لمّا السوق نفسه يحصل فيه تغيير. زي إن الأسعار تطلع أو الأسعار تنزل أو مواد البُنا سعرها يختلف أو إن الطلب يقِل مثلًا، كل دي مخاطر أنت ما لكش دخل بيها، ولكن لازم تكون حاططها في حسابك من البداية علشان تعرف تعدّي باستثمارك بأمان. وعلشان تتجنب النوع ده من المخاطر لازم تتابع حركة العرض والطلب باستمرار، وإنك تربط استثمارك بخدمات حقيقية مش بس مجرد وعود تسويقية. وتاني نوع هو المخاطر المالية، واحنا هنا بنتكلم على كل حاجة ممكن تأثر على الفلوس، زي ان السوق يهدى اما تفكر تيجي تبيع او تيجي تعرض للإيجار ما تلاقيش مستأجر، او حتى لو في مستأجر ممكن ما يدفعش في ميعاده، او حتى ان العقار ما يجيبش النسبة المتوقعة منه. ودايما لما بنحسب العائد على الاستثمار في عقار هندخله دايما بنحسب على أسوأ سيناريو، علشان لو جابت اكتر من كده في المستقبل نتبسط كلنا، ولكن ابقى انا عارف اقل التوقعات اللي انا ممكن ادخل عليها علشان ما اتفاجئش في المستقبل. والمخاطر اللي بعد كده هي مخاطر التشغيل، ازاي انا بدير الاستثمار بتاعي في المستقبل بعد ما بشتريه، او ازاي شركة الادارة اللي انا سلمتها العقار بتاعي بتديره في المستقبل. لان لو تكلفة الصيانة اعلى من المتوقع ساعات بتاكل من الارباح بتاعتي. والناس اصدقائي اللي استثمروا في دبي مثلا في اوقات كتير كانت الصيانة بتاكل نص ارباحهم. فانا علشان اتجنب المخاطر دي لازم اكون من البداية بشتغل مع شركات محترفة، لو هدي لشركة هي اللي هتدير الاستثمار بتاعي او العقار بتاعي، وفي نفس الوقت اكون متابع كل حاجة اول باول، ولو لقيت حاجه مش مظبوطه لازم اخد اكشن فورا. والمخاطر اللي بعد كده هي المخاطر القانونيه، ودي المخاطر اللي بتيجي بسبب عدم وضوح الاوراق او التغيير في القوانين او اي حاجه تخص الجزء القانوني، زي مثلا ان انت تشتري من مطور حصل مشاكل في الترخيص بتاعه او حصل غرامه على العقار نفسه بسبب مخالفات انت مالكش يد فيها، او قانون جديد اتغير ففرض عليك ضرائب جديده ما كنتش عامل حسابها. والجزء ده علشان تتفاداه لازم تتعامل مع محامي متخصص في العقارات يكون شاطر، ولازم برضو تراجع العقود بنفسك وتتأكد من الوضع القانوني قبل ما توقع على العقد. وآخر نوع من المخاطر هي المخاطر الشخصية والنفسية، واللي قليل لما حد بيتكلم عنها، ولكن على مدار 10 سنين قابلت ناس كتير اللي بيمنعها من انها تاخد صفقة ناجحة هو بس المخاطر الشخصية والنفسية.
والحواجز اللي بيبنيها بينه وبين الاستثمار وخوفه من المستقبل. وعلشان تتفادى النوع ده من المخاطر محتاج ان انت تكون فاهم مش مندفع، وواعي لكل قرار انت بتاخده، وبتتعلم عن الاستثمار باستمرار. لأن رحلتك في الاستثمار العقاري أو في أي استثمار في الحياة هي رحلة مستمرة مش محطة وصول. وخليك عارف إن كل خطوة بتاخدها النهاردة بتبني في رحلة نجاحك وبتضيف ليك كتير. والجزء اللي بعد كده هو تقييم المخاطر قبل الشراء. قبل ما تاخد أي خطوة ناحية عقار، قيم المخاطر واسأل نفسك الأسئلة اللي أنا هقولها لك دي. هل في أي خطر من ناحية السوق ممكن يحصل في المنطقة دي؟ والسؤال اللي بعد كده، هل في أي خطر مالي ممكن أمر بيه في المستقبل؟ والسؤال اللي بعد كده، هل في خطر من ناحية التشغيل أو هعرف أدير العقار بنفسي ولا في شركة متخصصة هي اللي بتديره؟ والسؤال اللي بعد كده، هل في أي خطر قانوني بيمر عليا مع الصفقة دي؟ وآخر سؤال وأهم سؤال، هل أنا جاهز ومستعد نفسيا وذهنيا للخطوة دي أصلا ولا لأ؟ ولو قدرت تجاوب على كل سؤال من دول بصدق مع نفسك، هتكون في الوقت ده أقرب للنجاح في الاستثمار العقاري من أي وقت قبل كده. وخليني أقولك إن المستثمر الذكي مش بس بيهرب من المخاطر وبيتجنبها، ده ساعات بيستخدمها لصالحه علشان يحقق مكاسب. ولما السوق بيهدى بيشوفها فرصة قوية انه يشتري بتسهيلات ممتازة، او لو عقار فيه مشكلة هو قادر على اصلاحها بياخد العقار ده ويصلح الجزء اللي محتاج يتصلح ويعمل له قيمة مضافة ويبيعه بسعر اعلى. او لما بياخد مخاطرة محسوبة وبيشتري قبل الناس كلها في طرح جديد. بس ده ما بيحصلش غير اما تكون فاهم السوق، عارف انت داخل على ايه وحاسب تكاليفك ومحدد اهدافك وفاهم كل خطوة انت ماشي فيها وحاسبها كويس. الخلاصة ان الخطر مش شيء بيخوف، الخطر محتاج تفهمه وتتقبله وتعرف ازاي تديره. لان الاستثمار العقاري المميز مش اللي مفهوش مخاطر او مشاكل، الاستثمار العقاري المميز هو اللي صاحبه فاهم اما بيظهر الخطر ده او التحديات دي ازاي يقدر يتخطاها. وانا معاك في الرحلة دي علشان نفهم المخاطر ونعرف نواجهها ونعرف نعمل الاستثمار اللي بنحلم بيه. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. وأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا
شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج ان هو يسمعها. وخليك عارف ان معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. انا اسمي احمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك افضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.